خلف الكره تمييز الاخطاء المغرب الرياضي التطواني مقابل 7 لرجاء رياضي. نشكر زميلي ابو صالح المتابعه لاحصائيات هذا المباراه. اذا ضربه خطا لصالح فريق المغرب الرياضي التطواني بعد مرور 17 دقيقه، نسير دقيقه 18. فرصه امام الفريق المغرب الرياضي التطواني، كره اماميه وعبد العظيم خضروف يسجل اول هدف في هذه المباراه. عبد العظيم خضروف يعطي احتفاليه على مستوى المدرجات، هدف اول لصالح فريق المغرب الرياضي التطواني يحضر في هذه اللحظات عن طريق عبد العظيم خضروف. كرة ملعوبة من جانب جحوح داخل منطقة العمليات، تصدي ممتاز من الحارس. يعني يمكن نقول جرموني فعل كل شيء في الوهلة الأولى، لكن في اللقطة الثانية تصويبة من خضروف دخلت في مرمى فريق الرجاء الرياضي. ستتغير موازين المباراة بشكل كبير بعد أن تغيرت النتيجة. عبد العظيم خضروف يعطي افتتاح تسجيل في حدود الدقيقة 18. ضربة خطأ مباشرة، جحوح تصويب، تألق ممتاز من الحارس يعني الجرموني في الوهلة الأولى، ولكن في المرة الثانية يمكن نقول بأن الكرة كانت مباغتة. وهدف اول لصالح فريق المغرب الرياضي التطواني. شاهدوا المكان اللي صد من خلاله الجرموني الكره الماضيه، ثم تصويبها اللي جات بالرجل اليمنى للاعب عبد العظيم خضروف كتعطي